نبدأ ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وراء كل نجم حكاية، ووراء كل ابتسامة سر. أهلا بكم في مصر بلس. تخيلي تبقي نجمة كبيرة، الدنيا كلها بتتكلم عنك، وفجأة حادثة واحدة بتمحي كل حاجة. الوش بيتشوه والدكاترة بيعلنوا النهاية، وبعدين معجزة بترجعك للحياة. دي مش قصة فيلم، دي حكاية واحدة من أخطر وأجرأ النجمات في السينما، اسمها ناهد يسري. في زمن كانت فيه السينما المصرية محافظة نسبيا، طلعت واحدة وكسرت كل القواعد. اسمها بقى مرادف للجرأة والجدل والهجوم كمان. ناس شافتها رمز للتحرر، وناس شافتها تعدي على القيم، لكن الحقيقة إن حياتها كانت أعقد بكتير من اللي الناس شافته على الشاشة. ناهد يسري اتولدت في القاهرة سنة 1949 في بيت قريب من الفن. أختها كانت ممثلة، وده خلاها تحلم من وهي صغيرة بالأضواء. لكن اللي لفت الأنظار فعلا ما كانش موهبة، يعني تمثيل خارقة عند ناهد يسري، لكن اللي كان خارق كان جمالها. جمالها كان خارق وجرأتها كانت غير عادية. في سن صغيرة جدا اشتغلت موديل، وصورها كل الوكالات اللي كانت موجودة في مصر في الوقت ده، وصورها بقت في كل المجلات، وبسرعة دخلت السينما. أول أدوارها كانت صغيرة، لكنها كانت بتكبر بسرعة، وظهرت في أفلام زي مهمة صحفية، شاطئ المرح. لكن في الحقيقة اللي كان بيميزها في الأداء كان الجرأة اللي محدش كان بيقرب منها وقتها. بعد نكسة 67 السوق الفني في مصر اتأثر. فنانين كتير جدا سافروا لبنان، وناهد كانت واحدة منهم. وهنا بدأت مرحلة تانية خالص في حياتها. السينما اللبنانية وقتها كانت مختلفة، كانت سينما جريئة جدا، أقل قيود. وناهد استغلت ده، وبقت واحدة من أشهر نجمات الإغراء في لبنان. اللحظة اللي غيرت كل حاجة كانت مع فيلم اسمه سيدة الأقمار السوداء. الفيلم ده ما كانش مجرد فيلم، ده كان صدمة. مشاهد جريئة جدا لدرجة انه اتمنع من دول عربية كتير جدا، وحتى النهاردة عليه جدل. الهجوم كان عنيف جدا، وفي ناس طلبت بمنعها من التمثيل. لكن الغريب، كل ما الهجوم كان بيزيد شهرتها كانت بتكبر اكتر. وفي سنة 74 ليلة عادية، وكانت بتتعشى مع خطيبها، وفي طريق الرجوع قرار بسيط جدا ان هي تركب معاه العربية. قرار غير كل حاجة. عربية مسرعة، توتر، حركة مفاجأة، وفجأة حادث مروع. العربية اتقلبت وجسمها اتكسر، وشها كله اتشوه. دخلت المستشفى وبقت بين الحياة والموت، حتى الدكاترة فقدوا الأمل. الدكتور قرر يديها حقنة معينة المفروض تتاخد مرات محدودة جدا، لكن لما ما استجابتش خد قرار مجنون. قرر الحقنة مش مرة ولا اتنين، 12 مرة. وفجأة النبض رجع تاني. ناهد رجعت للحياة بعد ما كانت انتهت.
الحادثة دي ما كانتش مجرد إصابة، دي كانت إعادة خلق. اختفت عن الفن أكتر من 10 سنين، مرت بتجارب صعبة وقضايا وعلاقات انتهت فجأة، لكن الأهم إنها بدأت تفكر بشكل مختلف. اتجوزت من راجل بعيد عن الوسط الفني، ولأول مرة حست بالحب الحقيقي، وقالت جملة مهمة جدا: كل اللي كانوا بيحبوني أنا ما كنتش بحبهم. لكن مع جوزها كل حاجة اتغيرت، قررت تبعد وتعيش حياة هادية جدا. رجعت الفن لكن بشكل مختلف جدا، مفيش إغراء، مفيش جرأة زيادة، لكن في الآخر قررت تعتزل نهائيا ولبست الحجاب سنة 1990. الغريب إنها ما ندمتش رغم كل الجدل ورغم كل الهجوم. قالت: أنا ما عملتش حاجة غلط، ده كان شغلي. لكن في نفس الوقت اختارت طريق مختلف تماما بعد كده. اختفت تقريبا عن الإعلام وعاشت بهدوء، وآخر ظهور ليها كان تكريم، وبعدها رجعت لحياتها بعيد عن الأضواء. قصة ناهد يسري مش بس قصة عن الجرأة، دي قصة عن الاختيار والتمن والتحول. إن الإنسان ممكن يعيش أكتر من حياة في نفس العمر. لو القصة دي فاجئتك اكتب رأيك في التعليقات. هل كانت ضحية ظروف ولا اختياراتها هي السبب؟ في الآخر عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا. قصة ناهد يسري مش مجرد حكاية نجمة، مجرد نجمة جريئة، ولا مجرد حادثة قلبت حياتها. دي قصة إنسانية كانت عايشة بسرعة وبتجري ورا الضوء، والإنسانة دي لحد ما الضوء نفسه اختفى عنها فجأة حصل لها حادثة واحدة خليتها تشوف الدنيا من زاوية تانية خالص. يمكن ناس كتير شافتها مجرد ممثلة إغراء، لكن اللي حصل بعدها بيحكي عن حد قدر يقوم بعد ما وقع أقصى وقعة ممكنة. الغريب بقى إنها ما أنكرتش ماضيها ولا حاولت تمسحه. قالت ببساطة: ده كان شغلي، وفي نفس الوقت اختارت تعيش حياة مختلفة تماما. وهنا السؤال الحقيقي: مش هي كانت صح ولا غلط؟ السؤال هو: هل الإنسان ممكن يتغير فعلا؟ ولا كل واحد بيفضل أسير ماضيه مهما حصل؟ ناهد يسري اختارت إنها تبدأ من جديد، مش قدام الكاميرات لكن بعيد عنها. ويمكن ده أصعب قرار، إنها تبعد عن الحاجة اللي خلتها مشهورة. في عالم الفن الناس بتفتكر إن النجوم وهم في القمة ليهم شكل خاص، لكن قليل جدا اللي بيفهم إيه اللي بيحصل بعد الستارة ما بتتقفل. والحقيقة إن كل نجم ورا الصورة اللي احنا شايفينها في حكاية تانية خالص، حكاية مليانة قرارات ونتائج، وأحيانا ندم، وأحيانا رضا غريب. يمكن قصة ناهد يسري تخلينا نبص للنجوم بشكل مختلف شوية، مش بس كفنانين لكن كبشر بيغلطوا ويتعلموا وبيغيروا طريقهم، وفي النهاية كل واحد فيهم بيحاول يوصل لسلامه النفسي الخاص. يا ريت لو القصة دي لمستك أو غيرت نظرتك لأي فنان قبل كده، اكتب لنا رأيك في التعليقات. هل فعلا أي إنسان يقدر يبدأ من جديد؟ وما تنساش تعمل لايك واشترك في قناة مصر بلس علشان دايما نرجع نحكي لحضراتكم الحكايات اللي محدش بيحكيها. أشوفكم بخير في قصة جديدة وحكاية أخطر من كده بكتير. شكرا.